حسين عموتة مدرب لا يصلح للنادي الأهلي ومدرب فقير فنيا، مدرب لازم يمشي بعد ماتش الشرقية إمبي. النغمة كده اترددت كتير بعد مباراة الشرقية إمبي وبعد الريمونتادا اللي الأهلي عملها، وقدر إن هو يتخطى عقبة الشرقية إمبي، وقدر إن هو يكسب التلاتة بونت، وقدر إن هو يرجع في المباراة بشخصية النادي الأهلي وبشخصية لعيبة النادي الأهلي، بشخصية المدير الفني ومدير الكرة اللي قاعدين على الخط بره، مش بأي حاجة تانية يعني. بس حتة الحكم على الراجل أو الكلام على الراجل في الفترة دي أو في بداية الموسم للدرجة دي يعني مش مفهومة. في ناس او بعض من جماهير النادي الاهلي عايزه تهد في الفرقه، عايزه تهد في المدير الفني، عايزه تهد كل حاجه النادي الاهلي بيعملها حاليا. ان انت لسه بتبني فرقه جديده، يعتبر لسه مع مدير فني جديد، داخل عليك مدير كوره جديد، داخل عليك لعيبه صغيره كتير، لازم تدخل في الفرقه ولازم تاخد على اجواء النادي الاهلي ولازم تاخد على رتم الفرقه. الراجل جايب افكار مختلفه عن دورو وعن ريبيرو. انت طالع اصلا من موسم كارثي، يعني انت مش مثلا جاي من موسم انت طالع التوب فيهم حاجه كل حاجه وكل الكلام ده، وكانت اللعيبه فورمه وكانت الدنيا ماشيه على العيال. لا، ده انت طالع من موسم صفر يا معلم، ما خدتش فيه غير كاس السوبر. فانت مش تيجي تحكم لي على الراجل من اول مباراه او من تاني مباراه قدام برشلونه، اصلا صعب ان انت تحكم على الراجل بيها. والمباراه التانيه اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي، الراجل لا اشتغل في الدوري المصري قبل كده، ولا اشتغل في، ولا يعرف اللعيبه المصريه ولا كل الكلام ده. فانت لسه الراجل بيستكشف، لسه الراجل بيدخل في اجواء الفريق، لسه بيدخل في اجواء بطوله الدوري. اه الراجل لعب في افريقيا قبل كده وكل الكلام ده، بس ما تقوليش ان الحكم على الراجل يبقى من اول مباراه رسميه ليه مع الفرقه. الراجل في قناعات لازم هتتغير منه، في لعيبه معينه، في قرارات لازم هتتغير في التشكيل بتاعه، وموضوع ان هو يلعب باتنين ستة والكلام ده. اكيد كل الكلام ده هيتغير وهيجي مع الماتشات ومع كثرة الماتشات الرسمية. انما ان انت تحكم عليه او ان انت تحط حكم مطلق عليه من اول مباراة رسمية مع الفرقة، فدي حاجة مستحيلة وحاجة صعبة جدا ان انت تعملها في الفترة دي. فالفرقة لسه بتتبني، الفرقة لسه داخلة على مرحلة جديدة، محتاجين ان احنا بس ندعم في الفرقة وندعم في اللعيبة وفي الجهاز الفني بتاعها، بحيث ان احنا ما ندخلش في نفس الدوامة بتاعة الموسم اللي فات او يحصل لنا نفس اللي حصل الموسم اللي فات. كل الدعم طبعا للجهاز الفني وكل الدعم للعيبة، الرجالة اللعيبة اللي واقفة في ظهر الفرقة واللعيبة اللي مقدرة قيمة التيشيرت وقيمة النادي الأهلي، واللعيبة اللي مكملة مع الفرقة، اللعيبة اللي ما بتتمرضش، اللعيبة اللي ما مش عايزة تنزل تمرين أو مش بتنزل تمرين بس ما بتتمرنش بجدية، ما بتتمرنش بنفس الحماس بتاع أي لاعب عادي. نتمنى المشكلة دي تخلص عشان نرتاح منها، لأن تقريبا كل القنوات وكل الصفحات ما بقاش فيه كلام غير عن قصة إمام عاشور مع النادي الأهلي. فأتمنى إن هي تخلص ونخلص من السرطان بتاع قصة إمام عاشور ده.